على اللاعب عباس فارس اللي امامك بالصورة. هذا اللاعب الشاب. إذا عباس فارس بديلا لعبد القادر طارق. هذا اللاعب الفريق الرديف هذا عباس فارس، وحسن حمزة يغادر. فريق يحاول ألف حساب. عباس فارس يتقدم الآن. عباس يحاول لكن همام يأخذ كرة من عباس فارس. كربلاء الذي سيواجه القرمة في الجولة 35 لتلك الجولة سيكون الديربي الأزرق ما بين الطلبة والقوى الجوية. هذا عباس فارس لاعب الذي يبلغ من العمر 20 عام، بدأ في نادي بابل فئة الشباب والناشئين، بعد ذلك يمثل نادي الهندية ويتواجد هذا الموسم. تلعب الآن، تصل إلى عباس فارس بانتظار فاصل مهاري من هذا اللاعب، ينجح في المرور، ينجح في العبور، يحاول لوحده ماذا عساه أن يفعل. هنا لحظة إثبات الذات، هنا الإصرار، هنا العزيمة، ما شاء الله يا عباس. ومطالبات بخطأ. هذا عباس فارس. صلاح حسن على التنفيذ، هروب لعباس فارس بشكل ممتاز، تحرك رائع. يا سلام يا عباس، عملية المرور يا عباس، إصرار كبير من عباس فارس. ارتكب خطأ. كذلك يشرك الآن اللاعب الشاب عباس فارس، هذا من رديف النادي، واحد من لاعبي النادي. مهند مناف وقفت المباراة، لكن هنا لكربلاء تمرير طلعت عباس فارس. عباس الله 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 الله، التمرير ابو حد هدف، لكن رائع هو التسلل بهذه اللحظات. تمريره ذكيه جميله بالمليمتر، لكنها طالت على مشتاق طالب باللقطه الماضيه. شوف تمريره الرائعه، لكن التسلل الموجود. عباس فارس هو من مرر هذه التردغلي امام اللاعب عباس فارس هيليو مونتيرو، لكن افتكاك لمصلحة كربلاء. عباس فارس تغييرات اللي اجراها عباس عطية تغييرات ممتازة. تمريرة سريعة لهذا السريع لهذا المهاري عباس فارس يتركها لمصلحة نادي كربلاء، البحث عن مساندة، البحث عن تسديدة من بعيد، لكنها تمر الى خارج الملعب. مرت هذه الكرة عن طريق اللاعب عباس فارس بالرقم 50 لوفان مهدي اللي امامك بالصورة. أما هنا سيشترك بهذه اللحظات عباس فارس، ومن نشاهد نور المصطفى يترك أرضية الملعب. إذن إشراك هذا اللاعب، هذا من العابدين. الظروف والمعاناة التي يمر بها نادي كربلاء، لكن يقدم مباريات رائعة بالأحيان حتى بعد هذا التدخل باللاعب. لتعود الكرة من يوسف، وبنقلة مرت لمصطفى عدى بالكرة، مر يبحث عن زميل من البديل. الله، مر بهذه الكرة يا عباس فارس. هذا الفارس الجديد مع نادي كربلاء، وهذا الفتى هل يفعل المستحيل ليثبت جدارة؟ الفتى هو الذي يحاول بأن يخترق دفاعات نادي أربيل. يلا يا عباس، هم ينتظرون. هناك من يشاهد حتى الآن ما فيها شيء، بل هناك صافرة تأتي من حكم المباراة. خطأ بهذه اللحظات. هذا اللاعب الشاب عباس فارس. كربلاء محاولة التسديدة من اللاعب البديل سيان طالب، ترك المباراة. عباس فارس سيشترك. وكذلك حسن حمزة. ترك المباراة لقاسم عبد الزهر. وهنا تبديل لمصلحة فريق كربلاء. تبديل عباس فارس
عباس فارس بديلا لحسين طالب. حسين طالب قدم مباراة كبيرة، صاحب الهدف. نعم، عباس فارس بديلا. حسين طالب ترك المباراة. عباس فارس سيشترك. وكذلك حسن حمزة ترك المباراة لقاسم عبد الزهر. مصطفى راضي يترك ارضيه ملعب المباراه وسجل اللاعب عباس فارس. بدأ بسجل لاعبين الشباب وعبد العباس اياد كذلك. امامك لا يكون مستحيلا، من المستحيل امام عصام يسجل الهدف الرابع. امامك بالصوره رقم 50 عباس فارس. حديث اللي لا زال الميراث الطرف الايمن، طلب الكره لكن الكرات العاليه كربلاء بفضل هؤلاء لاعبين الشباب على اللاعب عباس فارس اللي امامك بالصوره. اختار العوده، من افضل الحلول ان يختار العوده. وهنا التمريره الذكيه الجميله، فرصه لكربلاء للعمل. هنا تصل من الطرف الايمن، مرور جميل لكن محاصر، ولا زال عباس فارس يحاول بالكره الماضيه للمحافظه على هذا التقدم والبحث عن المزيد من الاهداف. اليوم كربلاء مؤلف من وليد خالد في حراسة المرمى برقم. كرة إلى الجانب ومصلحة كربلاء. سريع عباس فارس وكرة إلى ركنية لمصلحة نادي كربلاء. ركنية لمصلحة نادي كربلاء. عباس فارس يلعبها وعلي محمد علي أكبر يبعدها. شوف الدخول، هيئة الكرة لعباس فارس، هدف في شباك النفط. وهذا هو اللاعب عباس فارس حمزة. عباس فارس قصيرة وترتد، كرة خطيرة. عباس فارس وتسديدة إلى الخارج إلى ركلة مرمى. هذا عباس فارس اللي لعب الكرة، وجوه شابة. عباس فارس، أوس محمد لحسين ضياء، وركلة لمصلحة نادي الحدود. وحارس المرمى تمكن منه، وبالمرة الثانية من عباس فارس ينقذها محمد.